بصوا بقى، تسموه جاتو اقتصادي تسموه كيكه، عايزه اقول لكم ب3 بيضات هنعمل 18 قطعه من الجاتو الاقتصادي، حلوه قوي ولذيذ جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. البوله بتاعتنا اهم حاجه تكون ناشفه تمام. هنضيف فيها 3 عدد بيض بدرجه حراره المطبخ وكوبايه من السكر. هنضيف كمان معلقه صغيره من الفانيليا البودر. هضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب، لازم المضرب لحد ما يوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنزل بكوبايه واحده من الحليب الدافي الفاتر، مش عايزاه سخنه قوي عشان يخلي معايا القوام هش اكتر، ونص كوبايه من السكر. بضربهم مع بعض ضربه خفيفه، وبعد كده بنزل بكوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق فقط. بشيل منهم معلقتين وبضيف مكانهم معلقتين كاكاو لان انا عاملاها بالشوكولاته. يعني كوبايتين دقيق بشيل منهم معلقتين واضيف معلقتين كاكاو. وطبعا باكو كيك شيف زي ما انتوا شفتوا معايا كده، وبضربهم بالمضرب خفيف لحد ما بوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وبقلب من تحت لفوق عشان ما يكونش فيه اي دقيق. بجيب الصاج بتاعي 30 في 40 متبطن بورقه زبده كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبنزل بخليط الكيك بتاعي كده. بعد كده بحاول ان انا اظبط الكيك في الصاج زي ما انتوا شايفين، وبخبط الصاج خبطتين كده لو في اي فراغات ولا حاجه تطلع. بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، الرف اللي في النص فرن شغال من تحت. بس بدخل الصاج بتاعي بياخد حوالي يعني من نص ساعة لساعة إلا ربع، على كل واحد على حسب فرنه. بعد كده بطلعه وبسيبه يبرد تماما 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 يا جماعة. وبعد كده زي ما انتم شايفين بقلبه على الناحية التانية وبشيل ورقة الزبدة. وبعد كده معايا كوباية ونص من الحليب البارد عادي خالص، بس الكيك بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وبركنه على جنب. بعد كده بعمل الكريمة، كوباية من الكريمة، نص كوباية من السكر، معلقه كبيره مليانه من الكاكاو الخام غير محلى، كوبايه من الميه الساقعه، وهبتدي ان انا اضربهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. لو ما عندكيش سكر بودر تقدري تحطي سكر عادي، بس تضربيه الاول مع الميه عشان يدوب، وبعد كده حطي الكريمه والكاكاو وابتدي ان انت اضربيه. بعد ما ضربتهم ووصلوا للقوام بتاعي ده، عندي بقى جناش شوكولاته جاهز، خدت منه معلقه كبيره كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اكمل ضرب. هي الكريمه بتاعتي جاهزه، بس المعلقه من الجناش دي هتودي الكريمه بتاعتك في حته تانية خالص. لقيتيها تقيله معاكي وعايزه محتاجه ان انت تزوديها حبه من الميه، زوديها مفيش اي مشكله على حسب نوع الكريمه اللي انت بتستخدمي. بعد كده باخد الكريمه وبنزل على الكيك بتاعي، وببتدي ان انا اوزعها كده زي ما انتم شايفين، وبخلي شويه في الاخر هعمل بيهم روزيتات على الوش. مش حابه احط الكريمه كلها مفيش اي مشكله. تمام. هبتدي بقى ان انا اظبط شكلها كده زي ما انتم شايفين، واوزعها كويس بحيث ان الصاج كله يبقى بسوا بعض. بعد كده بجيب السكرابر اهو زي ما انتم شايفين، بكون بلاه ميه وابتدي ان انا اوزعه كده زي ما انتم شايفين، هو ده اللي بيظبط شكلها. بعد كده بدخلها التلاجة حوالي نص ساعة. وبعد كده بجيب الجناش بتاعي اهو. الجناش بتاعي انا جايباه جاهز من كواليتي تارجت، تقدري ان انت تعمليه في البيت، عملناه مع بعض قبل كده كتير جدا. ببتدي بقى ان انا اهو افرده زي ما انتم شايفين، بوزعه كويس جدا واغطي الوش. عايزه تسيبيها كده وتعملوا روزيتات من الورد بس مفيش اي مشكله. انا عندي مربى حليب او صوص كراميل تقيل حسب المتوفر عندك، ابتديت ان انا اعمل بيه خطوط كده زي ما انتم شايفين. تقدري تعملي لو عندك شوكولاته بيضه تعملي خطوط زي ما انت حابه حسب المتوفر عندك. الشكل الاخير ده يرجع لك. بعد كده ببتدي ان انا اعملها بخله او بخله اسنان او بخله شيش طاووق زجزاج كده رايح جاي، كلنا عارفين الحركه دي. وبعد كده ببتدي ان انا قطعت الصاج على 3 بالطول، وبعد كده خدته زي ما انتم شايفين بالعرض. تمام. عملوا معايا كام؟ عملوا معايا 18 قطعه. عايزه اقول لكم كل قطعه ما شاء الله تبارك الله، هتشوفوا معايا القطعه شكلها عامل ازاي، وكبيره مش صغيره. اهو جبت شويه الكريمه اللي انا قلت لكم سبتهم على جنب، هبتدي اعمل روزيتات كده زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، بصوا الطعامه والحلاوه واللذاذه، بصوا القطع عامله ازاي، ما شاء الله تبارك الله. قطع حجمها حلوه قوي، عايزه اقول لكم قد ايه هشه وفلافلي وطريه، وطعمها بجد في حته تانية خالص. لو حسبت التكلفه هتلاقيها ما كلفتكيش حاجه، والله العظيم طعمها عالمي. بصوا الجمال، بصوا الشياكه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ طريقتها سهلة بسيطة مش مكلفة، مش هتكلفك كتير. جربوها تعجبكم ان شاء الله. تنفع بقى لو عندك عيد ميلاد، لو عندك ضيوف، تنفع تقطعوها تحطيها في علبة لو واخداها زيارة لحد. جربوها تعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.